يزن النعيمات المهاجم الأردني صاحب ال26 عام والقريب من الأهلي المصري بقوة. في الفيديو ده هنتعرف عليه أكتر من قرب ونشوف أهدافه ونتعرف على مميزاته ونحللها مع بعض، وفي آخر الفيديو هقولك الصفقة وصلت لفين. بس ما تنساش اللايك والسبسكرايب والمتابعة لصفحة الفيسبوك. يزن بيلعب مهاجم وكمان بيلعب جناح شمال. يزن لعيب مهاري وقوي. تعالى اوريك اهدافه واحنا بنتفرج على اهدافه وبنحللها هقولك مواصفاته وايه اللي بيميزه. وده اول هدف معانا النهارده ليزن، وهدف مارادوني على طريقة ميسي ومارادونا بعد ما رقص تقريبا 5-6 مدافعين، وبعد كده فينش رايق جدا 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 بوش رجله اليمين كده على الارض بمنتهى السهولة. شوف الراجل بيعدي ازاي من المدافعين زي السكينة في الحلاوة، بل اسهل وامتع من كده كمان. وكمان الفينش بمنتهى السهولة والروقان اللي في الدنيا. والهدف التاني ويزن تاني، ويزن اللي ما بيعرفش يجيب اهداف غير اهداف عالمية بعد ترقيص وحوارات وحكايات، وبعد ما نيم المدافع على ظهره تنييمة اسطورية، وبعد كده فينش ببطن رجله بمنتهى السهولة واليسر اللي في الدنيا على شمال حارس المرمى عشان يسجل هدف ولا اروع. وده هدف في مرمى منتخب مصر في كأس العرب اللي فات، في مرمى محمد الشناوي، ولا اروع ولا اجمل. وتسديده زي الكتاب ما بيقول بليسنج في البعيده، ولا جبت بقى مليون الشناوي مش هيعرف يتعامل مع الكوره دي والتسديده العالميه دي. وده يبدو ليك انه جون عادي، ولكن ده من اهم الاجوال اللي انا عايز اوريها لك، لانه بيبين حاجة مهمة جدا عند يزن وميزة مميزة جدا، وهي الضغط على الدفاع وعلى حارس المرمى. وبيقدر دايما بيستخلص الكورة ويسجل اهداف بسبب الضغط ده، وده اللي كان بيعمله مهاجمنا السابق وسام ابو علي. ولذلك يزن النعيمات عنده ميزات كتير جدا، اهمهم الميزة دي. ودي برضو بنفس الطريقة، وضغط قوي جدا على الدفاع، وبرضو قدر يستخلص الكورة وقدر يروح بيها ويعمل خطورة. لولا تألق حارس الكويت كان هيبقى هدف. ودي ميزة مهمة جدا جدا على يزن، بيقدر يبقى خط ضغط كامل لوحده على الدفاع كله زي ما انت شايف كده. والكورة دي على فكرة من آخر ماتش للأردن اللي كان من يومين في كأس العرب. وده جول في ميزة جديدة ليزن بنستعرضها مع بعض، وإنه الراجل بيقدر يفنش برجله اليمين وكمان برجله الشمال، والاتنين تقريبا بنفس الدقة بنفس الحلاوة بنفس المتعة بنفس كل حاجة. وتسديدة بشماله ولا أروع، وهدف جميل جدا رغم إنه برجله الأضعف. ده بقى جول من أصعب الإجوال، لأنه جول من زاوية ضيقة جدا 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 وزاوية صعبة. شوف الكورة متطرفة إزاي، وشوف هو ملا وش رجله إزاي وحطها للحارس في الزاوية الضيقة ازاي، في الزاويه بتاعت حارس المرمى، ولكن ما قدرش يتعامل معاها بسبب قوه التسديده. ودي من مميزات يزن ان رجله تقيله جدا جدا في التسديد. وده جول من نفس الزاوية ونفس التسديدة، بل المرة دي بيتفوق كمان وبيحطها في سقف الشبكة عشان الكرة تخبط كده في بطن العارضة وتخش جول جميل جدا 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 ليزن النعيمات. بيثبت أكتر وأكتر وأكتر إن الراجل ده رجله مش مظبوطة بس، ده مظبوطة ودقيقة وكمان قوية جدا جدا. أيوة بقى، هو ده الأرتو اللي إحنا عايزينه، وأرتو من يزن كده عايزين حد يتعلم منه ويقعد يشوف هو بيلعب الأرتو إزاي. أرتو بقوة ودقة ولا اروع ولا اجمل. شايفك يا ابو لسان طويل اللي بتقول هو جاب لنا جون واحد بس بشماله، لا في جون تاني، هو في تالت وفي رابع وبرضه بشماله من زاوية صعبة جدا جدا جدا. ولكن الراجل يمينه زي شماله وبيقدر يسجل بالاتنين ويسدد تسديدات قوية بالاتنين. وهنا برضو هدف بفينش رايق بوش رجله الخارجي كده، نكش الكورة لما لقى المدافع راح يضغط عليه، نكش الكورة نكشة سريعة. هدف جميل ورايق. ودول هدفين ورا بعض تقريبا بنفس الطريقة، لوب كده وتشيب بسيط من يزن النعيمات بيثبتوا لك الاتنين انه مهاجم كبير جدا، بيقدر يفنش بطرق كتير وبيقدر يفنش بعقله. مش راجل مجرد ان هو بيخش كده عايز يحط قوة وخلاص ويسدد وخلاص، لا، لما يحب يستخدم عقله بيستخدم عقله زي التشيب الجميل ده وزي التشيب الجميل اللي قبله. وده هدف اخير معانا ليزن من نفس الزاويه والكوره المتطرفه اللي بيحب يلعبها، بس المره دي يبعتها في الزاويه البعيده مش في القريبه ومش في الضيقه، عشان يثبت لنا انه بيلعب ده وده وده وبيلعب كل حاجه. يزن النعيمات المهاجم الذي يحتاجه الاهلي الان. تعالى لي بقى على اخر اخبار الصفقه. اخر اخبار الصفقه يا اهلاوي ان يزن خلاص الراجل موافق بنسبه 100% انه يلبس تيشيرت النادي الاهلي والتيشيرت الاحمر، والنادي الاهلي مرحب بقوه كمان، ناقص له بس ان يستر بيديله كده الاشاره الخضراء. والفريق القطري كمان موافق وبشده على بيع
يزن النعيمات للنادي الاهلي، خاصة ان يزن عنده في عقده شرط جزائي بمليون دولار تقريبا، فحتى لو الفريق مش عايز يبيعه الاهلي يقدر يدفع مليون دولار وياخده، ولكن الاهلي مش عايز يعمل كده، الاهلي عايز يخلص الموضوع مفاوضات. فمهاجم زي ده بالامكانيات دي بيقدر يلعب برجله اليمين برجله الشمال، مهاجم عربي بيلعب بدماغه، بيلعب ناحية الشمال ناحية اليمين، مهاجم صريح بيقدر كمان يضغط على خط الدفاع ضغط عالي بالقوة واللياقة البدنية دي، وكل ده بمليون دولار بس ومش هيكلفك غيرهم. فهي صفقة إن شاء الله مربوحة. مهاجم منتخب الأردن أول يزن النعيمات، صفقة قوية للنادي الأهلي وإن شاء الله تتم على خير، وإن شاء الله يزن بالتيشيرت الأحمر قريب جدا. دي من وجهة نظري أحسن صفقات الأهلي إن تمت. ونخلص بقى من قصة المهاجم اللي تعبانة بقالنا فترة بعد رحيل وسام أبو علي، وكمان الاداء القليل اللي بيقدمه جراديشار. وبس كده، لو عجبك الفيديو قول لي رايك بقى في يزن النعيمات، ومتنساش تعمل لايك وسبسكرايب وكمان متابعه لصفحه الفيسبوك وشير على اوسع نطاق يا اهلاوي. وبس كده، سلام.